فطيرة الدجاج والبطاطس من أحلى صواني سفرة رمضان. عملتها بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل بيت، متأكدة هتعجبكم. أول حاجة في الحلة على النار هحط سمنة مع زيت، وهبدأ بتشويح الجزر الأول. الجزر والبطاطس لأن هما بياخدوا وقت أكتر في السوا. أول ما يبدأوا يدخلوا في السوا هطلعهم على جنب، وفي نفس الحلة هبدأ أضيف مكعبات الفراخ اللي أنا غسلتها وقطعتها بالشكل ده. هضيفها كلها مرة واحدة، واهم حاجة يبقى النار عالية علشان انا مش عايزاها تنزل اي سوائل. بعد ما ضفتها كلها اول ما تبدأ تاخد لون كده هنقلبها، ومش عايزين نقلب فيها كتير، احنا بنقلبها مرة واحدة بس على الجنب التاني زي ما قلت لكم، مش عايزاها تنزل سوائل كتيرة. وبعد كده هبدأ اضيف بصلاية متوسطة وكمان نص معلقة من الثوم، وهديهم تقليبة كده مع بعض مع الفراخ لحد ما البصل والثوم يبدأ يغير لونهم. بعد كده هضيف الاضافات المتوفرة عندي في البيت. انا ضفت مشروم وفلفل احمر او فلفل الوان، ورجعت البطاطس والجزر اللي انا شوحتهم في الاول، والتوابل هكتبها لكم كلها تحت الفيديو. وهقلب كل الخضار والفراخ دول مع بعض. الالوان والريحة خطيرة جدا جدا. طبعا ممكن نضيف اي خضار متوفر عندنا. بعد كده للصوص عشان نتقله معلقة من الدقيق، كوباية من الشوربة او المرقة، وكوبايتين من اللبن. هنقلب كل ده مع بعضه كويس، وهسيبه يبدأ يغلي لحد ما الصوص بتاعنا يتقل. هرصه في الصينية، وبعد كده بحب اضيف رشة من الموتزاريلا، وممكن كمان تشيدر، جبنة تشيدر لو متوفرة، او اي جبنة تانية متوفرة وبتحبوها. بعد ما ارش خلاص الموتزاريلا هبدأ باخر طبقة في صينيتنا النهاردة. بما ان الباف بيستري مش متوفرة، انا النهاردة استخدمت جلاش عادي جدا. حطيت طبقتين من الجلاش فوق بعض، وهبدأ ارش عليهم سمنة او زبدة زي ما تحبوا، واطبقهم بالشكل ده. وبين كل طبقة والتانية بحط برضو السمنة او الزبدة بالشكل ده. انا هطبقهم عشان ياخدوا شكل الباف بيستري اللي احنا مش متوفرة ومش لاقيينها كتير. بعد كده هرصهم كلهم في الصينية جنب بعض بالشكل اللي انتوا هتشوفوه في النهاية. وهدخلها الفرن على درجة حرارة. الاول هرشها برشة من الزبدة على الوش، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 الرف وسط لحد ما تكمل سوا وتاخد لون حلو وتطلع. وكده خلاص بتبقى جاهزة تتقدم. وصدقوني دي من احلى الصواني اللي هتجربوها، ومتأكدة هتعجبكم وهتشرفكم في اي عزومة. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو للقناة.